ما كنتش من محبين القراميط خالص يا جماعة، بس بعد ما جربنا الوصفة دي بجد فظيعة، طعمها وشكلها حكاية طعمها في حتة تانية وطرية وبتدوب. حتى ابني الصغير بجد كلها وعجبته قوي قوي قوي، طرية بطريقة. بجد القراميط هتبقى في حتة تانية لو عملتوها بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة هنجيب القراميط بتاعتنا وننقيها كده مش سودا قوي، وهنبتدي بقى ان احنا نمسكها وننضفها كويس قوي قوي قوي. اهم حاجة في السمك ان احنا لازم ننضفه حلو عشان نبقى بناكله بأريحية وكل حاجة. هنبتدي ان احنا بقى نشيل الشوك وكل حاجة فيه، وهنفتح بطنه، وبعد ما نفتح بطنه هنشيل كل حاجة جواه من المصارين وكل حاجة، وهنبتدي ان احنا بقى ننضفه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نهتم بالنضافة جدا جدا جدا. شايفين؟ هنبتدي بقى نخرج كل اللي جواه، وبعد ما نخرج كل اللي جواه كده هننزل بيه تحت الحنفية، وبعدين هنبتدي ان احنا نقطع كده الراس بتاعته ونشيلها، ونقسم القراميط بتاعتنا بالشكل ده، نقسمها على شكل قطع كده بالشكل ده. وبعدين هنبتدي ان احنا نحطه في صينية كده، وهننزل بقى عليه بمعلقة ملح كبيرة عشان ننضفه اكتر وننضفه كويس قوي. هننزل بربع كوباية من الخل، وبعدين هننزل بدقيق، ونبتدي ان احنا نغسل القراميط كده بايدينا، وبعدين نغسلها بمية ونحطها في مصفى تصفي. في طبق بقى هنكون مجهزين قطع من البصل وقطع من الفلفل وقطع من الثوم، وعلى جنب برضو طبق دقيق، وهنحط عليه معلقة من توابل السمك، بهارات السمك، معلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الأسمر، ونقلبهم كده في الدقيق بتاعنا. بعد ما السمك اتصفى من المية خالص هنبتدي ان احنا ندهنه كده في الدقيق ونحطه في طبق زي ما احنا شايفين كده، زي السمك المقلي عادي اهو بالشكل ده كده، شايفين؟ وبعدين هننزل في طاسة بكوبايتين زيت، ولازم يا جماعة نسيب الزيت يغلي جامد قوي، يعني السمك بيحب الزيت المغلي. وهنبتدي ان احنا ننزل بقى بقطع السمك القراميط بتاعنا بعد ما غسلناها كويس وتبلناها في الدقيق، ونسيبها تتقلي كده في الطاسة. بجد يا جماعة تطلع وهم حبيتها قوي، يعني كنت عايزة اخلصها كلها. بجد طعمها تحفة 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 وطرية، وكانت بتدوب كده في البق، فظيعة فظيعة. بعد ما نبتدي نقلي ويبتدي ياخد لون ذهبي كده، نقلبه على الناحية التانية، ونبتدي ان احنا نشوفه كده ونطلعه في صينية. شايفين اللون بيبقى ذهبي ازاي وجميل اهو؟ شايفين الشكل؟ شايفين اللون؟ ونبتدي ان احنا نطلعه كده في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. اهي دي واحدة عصلجت معايا عادي جدا. وبعدين هننزل بالكمية التانية برضو في الطاسة، وبعدين برضو نطلعها في الصينية ونحطهم كده بنظام في الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين لونهم طالع ذهبي وجميل؟ احنا كده لسه ما خلصناش، احنا كده بس قلينا السمك القراميط بتاعنا. على جنب بقى هنجيب حلة وفيها زيت برضو بيغلي كده، وهننزل بقى بالثوم بتاعنا والبصل والفلفل بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنبتدي بقى ان احنا نقلبهم كده شوية في الزيت. نقلبهم كده عشان ياخدوا التتبيلة كلهم مع بعض. نكتر البصل في اي حاجة بتخلي الطعم حلو. هننزل بقى عليهم برضو بمعلقة من توابل السمك، وهننزل بمعلقة من الملح، ومعلقة كمان من الملح، معلقتين صغيرين، وفلفل اسمر طبعا علشان بيودي ريحة البصل في حتة تانية. وهننزل بيه معلقة من الكمون، ومعلقة من السبع بهارات، ونبتدي ان احنا نقلب كل التوابل دي مع بعض. بيدوا بقى يا جماعة ريحة وطعم وتتبيلة جميلة وخطيرة. ونبتدي بقى ان احنا نقلبهم كده لغاية ما يبتدوا ياخدوا لون اسود كده شوية. وهنبتدي بعد ما خلصنا هننزل عليهم بكيس من الصلصة. كنت مخزنة صلصة فهنزل عليهم، وبعدين هنزل كده بكيس صلصة كان عندي، وابتدي ان انا اقلب.
ونسيبها بقى تتسبك مع بعض كده ومع نفسها. وبعدين همسك بقى الصلصة بعد ما اتسبكت وانزل بيها كده على القراميط، وبعد ما انزل بيها على القراميط هدخل بيها على الفرن واسيبها لمدة ربع ساعة، وابتدي بقى ان انا اطلعها وازوقها كده بشوية بقدونس. يا جماعة بجد خطيرة 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 خطيرة. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.